عليكم ورحمه الله. حبايب قناه ام ملك، معاكم ام فيروز. اللي بيشوفني لاول مره ما ينساش يضغط على السبسكرايب ويفعل الجرس عشان يجيلكم مننا كل جديد، وان شاء الله تتبسطوا معانا في القناه بتاعتنا. الفيديو بتاعنا النهارده طلب مني كتير جدا 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 عن ازاي انسق الهدوم بتاعتي تكون بشكل حلو قوي، وفي نفس الوقت تكون لايقه مع الحجاب بتاعنا، يكون شميز طويل والجيب وكده. فانا حاولت ان شاء الله اعمل لكم كذا طقم اظبطته لكم، وهتلاقوا فيه حاجات مكرره بس مع لون تاني. فعايزه اقول لكم ان ممكن ده تلبسيه. يعني انت مثلا عندك 3 شميز، ال3 شميز ده ممكن يعملوا 6 اطقم او 7 اطقم على 3 جيبات. ال3 جيبات دول برده ممكن يعملوا 6 اطقم او 7 اطقم. فانت ما تبقيش محدده قوي اللي بتجيبيه من المحل هو ده اللي انت هتلبسيه، لا انت ممكن تغيري فيه. لو غيرتي القميص ممكن يليق على الجيب تانية، ممكن لو عليه جليه تاني يبقى شكل تاني، ممكن جاكيت جينز اللي هو القصير لو تحته شميز والشميز يبقى لون الجيب، يبقى كده طقم تالت خالص. فالفيديو بتاعي ان شاء الله يكون مفيد ويفيدكم وتستمتعوا بيه. انا حبيت اعمل لكم المقدمه دي عشان اشرح لكم انا عملت ايه. ظبطت لكم كل حاجه معاه، الاكسسوارز، ظبطت لكم الشوز، ظبطت لكم الشنطه. وانت كمان في مقدرتك ان انت تضيفي من عندك، تضيفي حاجات. انت مثلا لا انا اللون ده بيبقى مش حلو على لون بشرتي، يبقى هتغيريه. لا اللون ده شايفه لو كان معاه حاجه تانية بيبقى طالع عليا احلى. فاكيد كل واحده بتبقى عارفه ايه الحلو عليها اكتر وبتعمله. فيا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، ويلا بينا نشوف الفيديو.